السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لكم الكبده ام رده. انا عاملاها قبل كده على القناه بتاعتي ومصوراها برضو. بس انا ما اعرفش انا عاملاها بأنهي طريقه، بس انا عاملاها بطريقه غير دي. فدي طريقه تانية. دي دي طريقه تانية ما شفتهاش عند حد، يعني انا اللي بعملها، يعني فكرتي انا يعني وكده. ف هقول لكم النهارده جايبين حسب ما انت جايبه بقى الكبده الشرايح دي بنجيبها جاهزه كده من عند الجزار. بنجيبها جاهزه كده شرايح كده. عايز بقى تقطعيها انت اتنين، اقطعيها حسب ما انت عايزه وحسب رغبتك. عايزه تخليها كده وكل واحد قطعه في سندوتش بالطول كده، خليها. عايزه تخليها قطعه اعملي براحتك. معانا هنا نص كيلو. معايا هنا بقى ديت بهارات، معلش ما صورتهاش. معايا بقى البهارات: كمون معلقه صغيره، نص معلقه صغيره فلفل اسود ما بنكترش، ومعلقه برضو مليانه صغيره كزبره، ومعلقه بابريكا صغيره، وتوم بودره وبودره برضو نفس النظام، والملح حسب الرغبه. وحطيت مع نص معلقه سكر، بتعزز الطعم يعني السكر كده وبيديها طراوه. ومعايا برضو معلقه صغيره كده توم مفروم وحطيتهم. وحطيت معلقتين خل، وحطيت معلقتين لبن حليب. اللبن الحليب ده بيضيع الزفارة وبيطر النسيج بتاعها، والسكر يطر النسيج برضو ويخليها جوسي كده وحلو، وعشان تطر الخلطة اهي معانا. فقلبتهم مع بعض وبابريكا، انا قلت بابريكا. طب هنقوم بقى هنحط الكبدة، هنتبلها فيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها كده ونتبلها كده فيها اهو كده. هنحط كل قطعة كده ونتبلها بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزين بقى نقطعها تاني، هي دي قطع كبيرة ممكن ابقى اقطعها لما اجي اعملها اهو. باذنكم اجيب السكينة. ممكن انا اقطعها كده عشان دي كبيرة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده القطعة معقولة اهو. ودي برضه هقطعها، دي كبيرة قوي برضه، كبيرة قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اي قطعة نلاقيها كبيرة هنقطعها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها الحتة الخط اللي هي البتاعة دي، ده فيها حتة كده زي الجلدة كده، حرف كده بنشيله. كده خلاص انا قطعتها.
كده اهي. اقلبها بقى في الخليط ده كله، اخليها كلها تتشرب من بعض. خلاص كده انا تبلتها. في خطوة تانية بقى هعملها، هنحط بقى ايه، حبة كربونات وكده صغيرين كده على طرف المعلقة، ما تجيش نص يعني، هنقول ايه ربع معلقة صغيرة اهي. نحطها كده. كربوناتو دي ليه بقى؟ بتطر النسيج خالص، بتخليها يعني انت لو قليتيها في الردة في الزيت بتبقى من بره ناشفة كده مقرمشة ومن جوه طرية. بص بقى بتفور ازاي مع وبعصر نص ليمونة. بص بتفور ازاي. الفوران ده بقى بيخلي النسيج يطرى، بتطريها معاكي، بيخليها ايه ما تاخدش وقت يعني. تحطيها في الزيت كده وتشيلها تلاقيها استوت، مش تلاقيها لسه فيها دم وكده، لا. كانت دي امي بتعملها الله يرحمها بقى، فده واخداها من امي مش من حد. والطريقه دي بتاعتي انا، ما شفتهاش حد بيعتمدها ولا حد عملها قدامي، دي طريقتي. ومنزلاها برضو طريقه على القناه بتاعتي، طريقه تانية. القناه بتاعتي طبعا انتوا عارفينها، اللي هي اسرار الطبخ مع سهر. كده خلاص خلصنا من الكبده اهي. هنركنها على جنب بقى، وبعد كده اما نيجي نقليها نركنها وننقعها شويه. حبه تسيبيها ساعتين، حبه تسيبيها 3، بس ما تكتريش اكتر من كده، لان الكبده ما تحبش ان هي تقعد كتير في التتبيله. هي ساعه او قبل ما تعمليها وخلاص عشان ما تزفرش. يعني قبل ما تعمليها بساعه كده اركنيها، او بساعتين، لكن ما نعملهاش وممكن تبات. بس انا بحب اعملها تبقى طازه كده، يعني تحس بطعمها، ما تبقى تحس بطعم الكبده، ما تحسيش بطعم التتبيله. لما تقعد في التتبيله كتير هتدوقي طعم التتبيله مش طعم الكبده. فعشان كده يعني انت المحلات بره بيقولوها لك وانت واقفه، ما بيتبلوش، هما بيقولوها لك وهم رشين شويه ملح وفلفل وكمون كده وكزبره وخلاص. ما بيحطهاش تتبيله زينا، بتبقى كده طازه في قلب الفريش كده عندهم، بيطلعوها من المكان اللي مجمدينه فيها ويقوموا قايلين لك على طول. بعد كده بقى هنشوف احنا هنعمل ايه. هنقليها هنقليها في الردة. دي هنقليها في الردة. هنشوف بقى احنا هنعمل ايه في الردة، هنحط مكونات ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو.